بنت جارتي وصاحبتي قوي قوي قوي، البنت عندها 17 18 سنة. عيل ابن حرام ربنا ينتقم منه، ضحك عليها وغلطت معاه. المهم البنت مش قايله لابوها وامها ولا قايله لحد، قالت لنا. لما جيت اقدم لها عريس من كام شهر، قلت لها لازم تصرحيه وتقولي له حبيبتي ان انتي مش بنت، لان الواطي اللي عمل فيها كده هرب، مش لاقيينه. انا دورت معاه في كل حته وسالنا وعملنا بحيث ان احنا نجيبه ونخليه يكتب عليها، فص ملح وداب. قلت لها بصي يا ماما، ده جواز يا حبيبتي، وما ينفعش ان انت تخبي عن الراجل اللي انت هتتجوزيه، لازم يبقى الموضوع فيه صراحه، لازم تصرحيه عشان يبقى الموضوع على بينه. البنت يا حبيبتي هي بريئه جدا، جميله جميله والله، راحت قالت لخطيبها دوت، راح فك الخطوبه بسبب الحكايه دي طبعا. المهم جيت اقدم لها عريس تاني اليومين دول، طبعا اهلها ما يعرفوش اي حاجه خالص. فقالت لي انا اعمل ايه؟ انا المفروض ان انا اقول له بقى الموضوع ده؟ قلت لها بصي احنا بقى نقعد ونفكر، لانه واضح كده انك لما بتصرحي الراجل اللي جاي يتجوزك بحاجه زي كده الموضوع ما بيكملش، وفي بقى اللي بيفهم وفي اللي ما بيفهمش، في اللي بيقدر وفي اللي ما بيقدرش، ومش معقول ان احنا ندخل في عقل كل الناس. قالت لي طب اعمل ايه؟ قلت لها والله انا شايفه انه ما فيهاش حاجه يعني، مش عارفه، لو عملتي العمليه اللي بيعملوها البنات دولت، اللي هو يعني وتبقي زيك زي اي بنت بنوت عاديه خالص وتتجوزي ولا من شاف ولا من دري، بدل ما كل واحد يجي يبيع ويشتري فيكي وفي الاخر انت غلطتي. خلاص هنعمل ايه؟ انا بعد ما قلت لها الكلام دوت وبدات ادور لها على دكتور وبتاع، شايله الذنب وخايفه اكون اللي انا بعمله دوت حرام، وابقى انا كده بعمل حاجه غلط. في نفس الوقت برضو البنت غلبانه، مفيش حد معايا، امها ست كبيره مش فاهمه حاجه في الدنيا، وابوها بردك راجل صعب قوي، ده لو عرف ممكن يذبحها، ويعني البنت صعبانه عليا، مستقبلها ضاع عشان واحد واطي ربنا ينتقم منه، وهو عاش حياته وهي يا عيني اللي مش عارفه تعيش. انا مش عارفه اللي انا عملته ده صح ولا غلط، وحرام ولا حلال، انا مش عارفه اعمل ايه الصراحه، مش عارفه. لو انتوا مكاني تعملوا ايه؟